فحابين نعرف من الشارع السكندري ايه هي متطلباته من الرئيس القادم، متطلباته للبلد. ان شاء الله اول حاجه طبعا الله يكرمنا ونستمر الامن، اهم حاجه في اي نظام الامن. الحاجه الثانيه يا ريت نهتم بالتعليم. التعليم شبه منتهي في مصر، بدليل ان بنلاقي دلوقتي من ضمن المدارس خريجين مدارس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. محافظ دمنهور زمان بحيرة زمان اكتشف ان احنا عندنا ناس واخدين 6 ابتدائي وعاوزين محو اميه. يبقى اهم حاجه التعليم. الراجل اللي هو كان رئيس ماليزيا اول حاجه اهتم بيها الايه؟ التعليم. يا ريت كمان بقى خدمه انسانيه في الشعب المصري، الاهتمام بالصحه. وهي الصحه ايه؟ الاهتمام بالصحه المتكامله. يعني المريض يخش المستشفى يلاقي الخدمه من الالف للياء. ما يقولوش هات القطر، هات السرنجه، معلش هات الدواء ده، لا. المريض يخش يبقى مطمن هيلاقي العلاج كامل متكامل. يعني حضرتك بتعرف متطلباتك يشوف ملفات التعليم وملفات الصحه والامن والامان. لو حصل كده بقول لك اهو، مش عاوز احلف، مصر هتكون ثالث قوه في العالم ان شاء الله بعد امريكا والصين، وهتبقى مصر ان شاء الله. وكل العالم خايف من مصر على فكره، لان بيسموها المارد، والمارد ده لو قام هيبوظ الدنيا، هيقول لك هينهيهم. فاحنا بنهتم بالثلاثه دول ان شاء الله، كل حاجه هتتحسن. ربنا يحفظ مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. شكرا.